بما كانوا يعملون. فهل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. فللمؤمنين جنات المأوى وللفاسقين عذاب النار، وكل قد جوزي بما عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق، أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. من فدقة متاه بقى، النهاردة جايبين لكم حاجة كده من روائح الزمن الجميل بشكل عصري وحديث وينفع ديكور، ويعني مفيش بيت يستغنى عنه. جبنا لكم الراديو الديجيتال الجديد اللي هو واخد الشكل التقليدي الجميل ده، وراديو ميزته ان هو ليه استعمالات كتير ووظائف كتير، حاجه كده انتيكه. دعمونا يا جماعه على جروبنا على الفيسبوك ام حمزه للتسويق، اعملوا اشتراك في الجروب على الفيسبوك، كذلك على اليوتيوب ام حمزه للتسويق. واللي حابب يتواصل معانا من خلال رقمنا على الواتساب 010 13 83 0875. نقول الرقم تاني 010 13 83 0875. النهارده احنا جايبين لكم بقى راديو جميل، الشكل بتاع زمان. لو تفتكروا كان زمان عندنا راداوي الحجم ده كده عامله زي الصندوق عند جدتي وجدتك، بالشكل ده. حاجه كده بقى نحطها انتيكه ونقدر نستعملها ما نستغناش عنها، ووظايفه كتير وصوته ما شاء الله مميز. انا كان نفسي يبقى معايا فلاشه عشان اسمعكم صوته كمان. خلينا كده نستعرض معاكم وظائف الراديو ده. الراديو ده اول حاجه طبعا في كل الترددات بتاع القنوات، سواء الاف ام او الاي ام او الاس دبليو. فانت لو عندك يجيب لك كل القنوات اللي عندنا في مصر، سواء كانت على التردد بتاع الاف ام اللي هو الموجات القصيره، او الاي ام او الاس دبليو اللي هي الشورت ويدجز اللي هي الموجات القصيره. فده ينفع ليه لان الموجات دي حسب المحافظات، في محافظات بيجي لها موجات قصيره، في الاف ام بيجي في محافظات تانية. فالراديو ده يشتغل لكل انواع القنوات. زي ما انتم شايفين كده بيجي مع اريال طويل عشان لو عندك مثلا الاشاره بتوصل ضعيفه. احنا عندنا بصراحه هنا في حلوان العمليه صعبه شويه، بس بتوصل الاشاره ضعيفه. فاحنا كده اول حاجه هنستخدمه زي ما انتم سامعين كده وظيفه الراديو، ما شاء الله صوته عالي. نظبط بس ما شاء الله صوته عالي جدا. إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. زي ما انتم شايفين كده اول وظيفة هي وظيفة الراديو. كمان هو طبعا بيجي يا جماعة بثلاث انواع للشحن. اول حاجة نقدر نوصله بالشاحن العادي خالص ويشتغل مباشرة زي ما انا عامله، ده رقم واحد. رقم اتنين بيجي بشحن بطارية، يعني لا خلينا الاول في الطاقة الشمسية. بصوا هنا بيجي معاه خلية، الخلية اللي ورا دي بتشتغل بتشحن البطارية بالطاقة الشمسية. فمش هقدر يعني انا لو حته مثلا في محل او حاجه وشايف النور مش هحتاج ان انا اوصله اصلا بالشاحن. الحاجه الثالثه في بطاريه للشحن، اهي البطاريه هنا تحت اهي، بس طبعا هم حاطين عليها ورقه. المفروض ان انا لما بشيل الورقه دي تبدا تتشحن البطاريه. فكده انا وفرت استعمال الكهرباء. ده عامل زي الموبايل، ان اشحنه بقى لاسلاك ولا اي شيء، او طاقه شمسيه ان هو بيشتغل بالطاقه الشمسيه، او ان انا استخدمه اوصله مباشره بسلك الشاحن زي ما انا عامل كده. طيب تاني استعمال ليه، اقدر هو بيجي معاه كده في الجنب لمبه للكشاف الطوارئ. فانا عندي لو النور اتقطع بقى في الاوقات الذروه وبتاع، عندي كشاف طوارئ ليد قوي ما شاء الله اهو. بصوا ما شاء الله قوه الاضاءه بتاعته. بصوا عامل الكشاف واصل فين يا جماعه، يعني شوفوا الراديو الصغنطوط ده، بص الاضاءه ما شاء الله واصله لحد الكرتونه هناك وقويه ما شاء الله عليها، حاجه يعني عاليه جدا. فده طبعا تاني وظيفه. فانا كده مش جبت راديو بس، ده انا جبت راديو وكشاف طوارئ. الحاجه التالتة بقى بيركب له فلاشه. فممكن بقى في المناسبات لو عندك هنا اهو مخرج اليو اس بي، عندك مناسبة فرح توصل الفلاشة هنا يشتغل وبيشغل كل الاغاني الام بي 3 اهو
اختار انا وظيفة الام بي 3 واشغله بمنتهى البساطة. كمان بيركب فيه كارت تي اف تي اهو، ده كارت الميموري، ده كارت ميموري اقدر ادخل اشغل فيه تي اف تي. كمان في خاصية الاي يو اكس اهو، شايفين المخرج اهو بتاع اليو اي يو اكس. المخرج ده انا عايز اتاكد صراحه عشان ما اقول لكمش المعلومه غلط، اتوقع الاي يو اكس ان انا اوصله بسماعات وينقل الصوت لسماعات، لو انا قصدي صح، لكن ده ما اظنش ان هو ميكروفون، لكنه ميكروفون كانوا كتبوا ميكروفون. طيب خلينا كده نشوف ايه اللي مكتوب برضو على الكرتون عشان انا احب ادي دايما المعلومه صح. هو هنا اهو بيقول لك ان بيجي معاه بيركب فيه مخرج يو اس بي عشان لو حبينا بقى نركب فلاشة اغاني اي حاجة اي مناسبة يبقى جميل. في بيركب له كارت الميموري اللي هو التي اف اللي هو الصغنن بتاع الموبايل. كمان بي تي كونكشن، في كمان نسيت اقول لكم، كمان في بلوتوث، يعني انا اقدر اوصله بالموبايل من خلال البلوتوث، ولو عندك يعني اقدر استعمله كسماعة. عندك اي اغاني على موبايلك بيعمل كونكتنج للبلوتوث، تعمل اتصال بيه وتشغله بمنتهى البساطة. وطبعا هو هنا بيشرح لكم، بيقول لكم ان هو بيتشحن بالطاقة الشمسية، ليه اريال طويل زي ما قلنا لكم، عشان لو المنطقة بتاعتكم مثلا القنوات الراديو بتيجي فيه صعبة اهو. هو هنا طبعا بيجي هنا بيشتغل كام بي 3 هنا، بتدوس من خلال الزراير دي تجيب توقف او تشغل الاغنيه، تجيب الاغنيه او التراك اللي بعده، وده تجيب التراك اللي قبله. الام مش عارف ايه ام، هل في ميموري مش عارف، خلينا نشوف هو كاتب ايه في الام اللي هو الزرار رقم واحد. الزرار رقم واحد مود. المود هنا المود بتاع الراديو اذا كان بلوتوث ولا ام بي 3. لما الفلاشة تركب تقريبا. صدق الله العظيم. راديو جميل، صوته حلو وهادي ورايق وبيلقط القنوات بمنتهى البساطة. طبعا ده مفتاح تغيير القنوات، بيجي كده عاملينه الشكل الديكوري بتاع الزمان، البكرة، القنوات البكرة. راديو جميل ومميز.